مستخبية في البيت وخايفة تقابل الناس بسبب جعفر العمدة، وخلعت الحجاب ودخلت التمثيل بالصدفة. جلسة تصوير غيرت حياتها 180 درجة، وجوزها ربطها في السرير وأخد منها كل اللي عاوزه. أصل الحكاية مع إيمان العاصي، الفن فتح لها بابه من غير ما تخبط عليه، ولا كان التمثيل في دماغها أصلا. في يوم راحت لمصور عشان تاخد منه صورها اللي صورها ليها من فترة، والمصور مسك في صورة عجبته جدا وطلب من إيمان ينشرها في مجلة، ووافقت واتنشرت الصورة. وفي الوقت ده كان المخرج خالد بهجت بيدور على وجه جديد تلعب دور بنت الفنانة الكبيرة رغدة في مسلسل أمس لا يموت. ولما شاف صورة إيمان في المجلة اختارها فورا، قدر يوصل لها وعرض عليها الدور وقبلت. ومن هنا بدأ مشوارها الفني وعملت مسلسلات كتير بعدها. وفي سنة 2010 اتجوزت إيمان من رجل الأعمال نبيل سمير زنوسي، وخلفت منه بنتها الوحيدة ريتاج. وبعد سنة واحدة اتفاجئنا إن إيمان بتعلن اعتزالها التمثيل ولبست الحجاب واتفرغت لحياتها الزوجية. وبعد فترة اكتشفت إيمان إن جوزها مجرد مدير صيانة في الشركة مش صاحبها زي ما كان بيقول. طبعا اتصدمت صدمة عمرها فيه، ابو بنتها الوحيدة طلع بيخدعها كل ده. ولما طلبت منه الطلاق رفض، بس لما صممت وهددته سرق كل مجوهراتها وهددها عشان تتنازل عن الشقة اللي بتمتلكها. ولما رفضت خطفها وعذبها عشان تتنازل، وما وقفش عند كده، ده كمان اتصل باهلها وطلب مبلغ نص مليون مقابل انه يسيب بنتهم. فلجأوا لمديرية امن 6 اكتوبر وعملوا محضر. ولما اقتحموا الفيلا لقوا ايمان في حالة اعياء شديد، فقدمت فيه بلاغ بكل اللي عملوا فيها. وقدرت الفنانة الجميلة تنفصل عنه وترجع تاني للتمثيل بعد ما اتنازلت عن كل مستحقاتها المالية. وقتها كانت إيمان حامل، وبعد ما خلفت بنتها ريتاج بشهور فضل طليقها يراقب البنت لحد ما استنى يوم كانت مع جدتها في الفيلا راح خطفها وهرب. وعاشت إيمان حالة انهيار بعد خطف بنتها، وقدمت بلاغ فيه لأنها كانت رضيعة ولازم تفضل معاها. وقدرت الشرطة ترجع لها بنتها بالسلامة. ولما خلعت الحجاب قالت أنا ما كنتش قوية كفاية عشان أخد قرار مش سهل زي ارتداء الحجاب، وأنا إنسانة مش مسؤولة تماما، فما كنتش محصنة لا ذهنيا ولا عاطفيا، وكانت الإغراءات كتير. ومن فترة طويلة تعرضت للهجوم من جماهيرها بسبب تاتو عاملاه على دراعها، والناس اتهمتها إن التاتو ده ليه علاقة بالماسونية. فطلعت وشرحت لهم وقالت أنا من مواليد برج العذراء، وكل برج ليه رمز، والعذراء بيرمز للأرض بمحتوياتها، وهو ده التاتو اللي عملته. إيمان حاليا بتشارك في الدراما الرمضانية بمسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان، وبسبب الدور ده هي خايفة وحابسة نفسها في البيت عشان لو نزلت الشارع الناس هتاكلها. الجمهور كان مسميها حسناء الشعبية، وحابين حالة الحب بين دلال وجعفر، وإنها الحضن الحنين بتاعه. في بينها وبين رمضان كيميا من اول مشهد، لدرجه انها لما طلعت في برنامج رامز نيفر اند ورامز بهدلها الناس قالت بقى انت تعمل كده في دلال فتح الله، ده انت جعفر هيعمل منك حماده فتح الله. ومره واحده اتفاجئوا ان هي سبب الشوكه اللي في ظهره طول عمره. وعن دورها في المسلسل قالت دايما بتحط في دور البنت الكيوت الرومانسيه، وده عمل لي مشكله في شغلي عشان ما بقاش عندي حاجه جديده اقدمها، فحسيت ان دور دلال الحاجه اللي بدور عليها طول عمري، فمسكت فيه بكل قوتي. ربنا يسترها عليك يا فنانه من اللي جعفر هيعمله فيكي.